السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فكرة جديدة وبسيطة وسهلة، ممكن تستخدميها كزينة لرمضان. انا هستخدم العلبة دي، انت ممكن تستخدمي اي علبة موجودة عندك او قطعة من الكرتون. هاخد من الجناب كل جنب 1.5 سم، ممكن تزودي ل2 سم. بعد ما اخدت كل العلامات هبدأ اوصلها كلها ببعض. بعد كده هجيب القطر وهبدأ اقص كل العلامات دي، هقص المربع اللي في النص. هثبت المسطرة كده على العلبة وهبدأ امشي عليها بالقطر، هتتقطع معايا بكل سهولة. ان شاء الله الفكرة تعجبكم، الفكرة جميلة وسهلة وبسيطة واديت نتيجة حلوة قوي في الاخر. ما تنسوش لو عجبتكم تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير وكل سنة وانتم طيبين. بعد كده فتحت العلبة وقصيت الزوايا اللي في الجناب عشان تبقى العلبة شكلها نضيف من جوه، ميبقاش فيها حاجة بارزة. مش عايزة اقص حاجة في العلبة، عايزة اسيبها مقفولة زي ما هي. فانا هسيب الجنب ده في التغليف كده، هسيبه مفتوح عشان اعرف اركب منه الاضاءة لو حبيت اركب الاضاءة. جبت الدبل فيس، الدبل فيس ده بيتباع في المكتبات، منه الكبير والصغير زي ما انتم شايفين. هبدأ اثبت كده على جناب البوكس. ثبت الدبل فيس بالشكل اللي انتم شايفينه على البوكس، وهبدأ اجيب ورق الزبدة. دي قطعة من ورق الزبدة العادي اللي بنستخدمه في المطبخ. هبدأ اثبته كده. ممكن تستخدمي بدل ورق الزبدة ده الستنسل الشفاف، هيديكي نتيجة احلى. بس انا كان خلصان من عندي، عاملة بيه هلال، هبقى انزله لكم ان شاء الله الفيديو. بعد ما قفلت الجنبين الكبار هبدأ كده في الزوايا، هقص الزوايا عشان اقفل الجنبين الصغيرين. هركب الدبل فيس وهبدأ اضغط الجنبين القصيرين اللي انا قصيتهم، وهقص الحتة الزيادة اللي عندي في البوكس. ما كنتش عايزة اقصها، كنت عايزة اثبت بيها البوكس على الحيط، بس لقيتها هتضايقني في التقفيل. الجنب ده بعد ما اقفله هقصه بالكتر من الجناب علشان يفضل مفتوح معايا عشان ادخل منه الاضاءة. بعد ما قفلته وغلفته بقى معايا بالشكل ده البوكس. قصيت قطعة من الفوم، ده شريط كبير مقاسه 9 سم بطول الفرخ بتاع الفوم. ده الجنب اللي انا قلت لكم هسيبه مفتوح بعد التغليف. انا فتحته كده بالقطر. جبت الشريط اللي انا قصاه من الفوم، ده مقاسه 9 سم على مقاس العلبة. شوف العلبة اللي عندك هتبقى مقاسها كام وتقص الشريط على مقاسها. هبدأ اغلفه كده من بداية الجزء اللي انا سايباه مفتوح. اغلف بالشمع. لو عايزة تغلفي بالدبل فيس خلي بالك انتوا بتغلفي ورق الزبدة ان في جزء بيلزق فيه وجزء ما بيلزقش فيه الدبل فيس، عشان ما تغلفيش وبعد كده ما تلاقي الدبل فيس ما بيلزقش فيه. وده الجزء اللي انا سايباه مفتوح، حطيت له جزء مع نفسه كده عشان اقصه في الاخر عشان يفضل معايا مفتوح. ودي رسومات انا طبعاها من موقع بنترست للمساجد، فاخترت منهم المسجد ده عشان مكتوب عليه رمضان كريم، وفي رسومات كده حلوة على الجنب. قصيت كلمة رمضان كريم وقصيت المسجد وفرغته بالشكل اللي انتوا شايفينه والابواب. انا كنت عايزه اقص المسجد باللون الاسود بس ما لقيتش عندي اللون الاسود الفوم خلصان والستيكر، فقصيته باللون الذهبي ده. هرسم المسجد على اللون الذهبي ده. ده ستيكر مطابخ، بيتجاب من عند اي حد بيبيع ادوات منزليه. الفكره جميله وبسيطه وسهله، والله هتعجبكم. شكلها بقى تحفه في الاخر، عجبتني قوي. ممكن تنفذيها على اي حاجه وتركبي الاضاءه كده من بره، مش لازم تحطيها جوه البوكس، بس البوكس ده منظر حلو في الاخر. بعد ما قصيته بالشكل ده المسجد، انا مش هفرغ الابواب، هسيبها زي ما هي كده. هتشوفوا انا هعمل فيها ايه في الاخر. الابواب يبقى شكلها برضو واضح وجميل. هجيب كلمة رمضان كريم هتثبتيها بالمشقلب على الستيكر عشان تتقص معاكي مظبوط وتطلع معدولة. قصيت النجوم وقصيت كلمة رمضان كريم. مش هثبتهم دلوقتي غير لما اثبت الاول الجناب. هقص شرايط ذهبي وهبدأ اثبتها على جنب البوكس حوالي 1 سنتي او 1.5 سنتي اللي انا قصاهم، اللي كنت سايباهم في الاول. هجيب جزء من الفوم الاسود وهجيب الابواب زي ما انا قلت لكم. الابواب انا كنت قصاها على الاستيكر الذهبي، هبدا اثبتها على الاستيكر الاسود كده واسيب حرف صغير خالص هيبان كده اللون الاسود او كده الباب واضح. هقص كل الابواب بالشكل ده كده 3 ابواب. يعني انت لو حابه تفرغيهم فرغيهم، بس انا قلت هسيبهم كده، لو اتفرغ برضه يبقى شكلهم حلو. هجيب المسطره الاشكال وهرسم دايره كبيره وفي قلبها دايره صغيره علشان اعمل الهلال. المفروض ان فيه هلال ونجمة مثبتين على النجمة الكبيرة اللي فوق دي. هعمل من كل حاجة 2 وهبدأ اثبتهم على البوكس بالشكل اللي انتوا شايفينه، وانا عملتهم باللون الاسود
سيبني قال لي كنت عملتهم باللون الابيض كانوا يبقوا احلى، فانتوا يعني حسب ذوقكم. هجيب بعد كده الستيكر الذهبي وهبدأ اخد منه شرايط، 4 شرايط علشان اثبتهم على جناب البوكس. هقصهم كده حوالي 1.5 او 1 سنتي، هبدأ اثبتهم. انا هستخدم مسدس الشمع في التثبيت، هو المفروض ان الستيكر بيلزق بس عشان ما يفكش ويبقى امتن. اي حاجة موجودة عندك استخدميها، ما تقفيش على حاجة. ممكن تثبتي كل اللي احنا عملناه ده بالدبل فيس، هيثبت معاكي ويبقى شكله جميل وهيديكي نتيجة حلوة. ثبتت كل الشرايط بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبدأ بعد كده اجيب المسجد هثبته واثبت كلمة رمضان كريم، كل الاجزاء اللي انا كنت مقصقصاها بالشكل ده. شكله في الاخر بقى تحفة، وكمان لما حطيت فيه الانوار بقى حلو قوي، بس الانوار دي ضعيفة. لما ركبت فيه فرع من النور بقى تحفة، بس مش عارفة ما صورتش الجزء ده، هحاول اصوره لكم قبل ما انزل الفيديو. شكله بقى روعة بالفرع، فرع النور الليد الكبير شكله حلو قوي. لكن الانوار اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي الانوار الصغيرة بقى بالشكل ده. فكرة بسيطة وحلوة، ان شاء الله تنفذوها. وهفتحه كده من الجناب، ده الجزء اللي بيتفتح اللي انا سايباه. دي الانوار اللي انا بقول لكم عليها. هبدأ احطها كده في قلب العلبة واقفلها عادي كأنه مفيش حاجة، بدل ما هفتح العلبة من الظهر وبهدلها. هو مش واضح عشان الاضاءة عندي عالية والليدات دي صغننة، الانوار دي بسيطة وصغيرة. من غير الاضاءة شكله تحفة كده. برضو الانوار الصغيرة انا ما حطيتش فيه الفرع النور الكبير، لكن لما جربت فرع النور الكبير بقى شكله حلو قوي، شكله جميل. يا رب يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم ان شاء الله علينا، يجعله شهر مبارك كده، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير. أنا بحب أعمل لكم أفكار بسيطة وسهلة وبعملها بدري عشان تعرفوا تنفذوها وتزينوا البيت بيها، لأن ده بيبقى شهر فرحة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك والشير، جزاكم الله كل الخير، وتنوروني بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.